السلام عليكم يا صباح الخيرات. نازله طبعا رايحه الشغل، بس ما اقدرش ما تجيني مكالمه بالجمال ده ما اقولكوش عليها. شير بالله عليكي ولايك للكل عشان الناس كلها تستفيد. اتصلت واحده في عجاله كده لان العربيه جت بالسكرتيره وقعدت تقول لها شوفي عايزه اكلم شوفي ياسمين، عايزه اكلم شوفي ياسمين، وبقت مصره اسبوع كامل من ساعه العرض ان هي مصره تكلمني. المهم الصراحه لما بلغوني قلت خلاص انا هكلمها، فجيت بالليل اتصلت بيها قالت لي والله العظيم انا ما عايزاكي عشان حاجه، انا عايزه بس اشكرك على وصفه الزيت اللي انت كتبتيها لي على الماسنجر بتاعه بنتي كان شعرها خشن جدا وكانت متعقده ومش قادره اقول لكم، والحمد لله ما شاء الله قوه الا بالله شعرها بقى ناعم وبدا كمان يطول. انا قلت لها ايه بقى ساعتها؟ قالت لي وصفه الزيت اللي انت كنت عاملاها انا هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق تحت. الوصفه دي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو بتنعم الشعر وبتطوله. فلما اتصلت بيا قالت لي انا برضو عملتها، هو ناعم بس مش قوي. قلت لها تعالي عند اختك انا هقول لك تعملي ايه. نفس اللي انا بعمله مع بنتي قسما بالله، نفس اللي انا بعمله مع بنتي. الكريم دوت مش اعلان ولا حاجه، الكريم دوت اسمه ايفا بالعسل للشعر. في منه للبشره، في منه للبشره، لا احنا عايزين ايفا بالعسل، ايفا للشعر، ايفا بالعسل للشعر مش للايد مش للبشره. هو بيتباع كده، بصوا من كتر ما انا بستخدمه على طول انا والبنت بنجيب، بصوا الاحجام الكبيره بتاعته، في منه 3 احجام. هتعملي ايه بقى بسرعه كده؟ هنغسل شعر بنوتك او شعرك بشامبو، ولازم بلسم او حمام كريم خلاص، ويكون شعرنا طري كده وجميل. بعد كده نحط كميه صغيره من الزيت على الاطراف وعلى الفروه، نسيبنا من النص خالص، على الاطراف بس صغيره كده في الفروه، وندعك الفروه لمده 10 دقايق عشان تسخن وتشرب الزيت، بس يكون كميه قليله. بعد كده بنحط حته صغيره قوي قد كده اهو مثلا اهي على ايدينا، ونروح ايه مثلا كده اهو كده، ونروح على شعرنا، على شعر انا ما اعرفش همسح ايدي دلوقتي ونروح حاطينه على شعرنا بس، ونلبس بندانه لمده 10 دقايق، بندانه لمده 10 دقايق مش اكتر، بس كده. والله هتدعوا لي، بس انا مش هسامحك لو ما دعيتليش، لان ما شاء الله لا قوه الا بالله هتشوفي نعومه وطراوه للشعر خطيره. كل اللي عليكي ان انت تعملي شير للفيديو ده. بس قبل ما هقفل برضو هقول لك على معلومه تاني احلى واحلى من ده كله. لما تيجي تستخدمي البلسم بتاع بنوتك زوديه ميه، حطي حبه ميه عليه ورجيه، ما تحطيهوش خام على الشعر، يعني حطي شويه ميه ورجيه كده، رجيه في علبه او في حاجه او في طبق صغير قبل ما تحطيه على شعرك انتي او بنوتك. البلسم ما تحطيهوش مركز على شعرك على طول، لازم تخففيه الاول بشويه ميه وتسيبيه حوالي 10 دقايق كده. ويا سلام يا سلام يا سلام لو غسلت شعرك بميه سخنه، ميه سخنه حلوه كده ودافيه. شير ولايك بالله عليكي للفيديو دوت، واول ما جات لي المكالمه والله ما استخسرت فيكم المعلومه. بحبكم، باي.